اتفضل يا ابني. اتفضلي حضرتك. انا عندي ولدين، واحده بعد 17 سنه وواحده بعد 13 سنه. واحده خلعت وواحده حبت واحد على ابني واتجوزت، بس اتطلقت ودي. الثانيه خلعت ليه؟ عشان بصت لسلفتها جابت عربيه، بصت للورث عاوزه تاخده دلوقتي مني. انا مديه لكل عيل 3 شقق وبياخدوا ايجارهم ومش عجبه. دي جابت عربيه عاوزه تجيب عربيه، دي جابت مش عارفه ايه. انا اللي غلطت وبنيت لهم بيت وسكنتهم كلهم مع بعض. انا عاوزه ادي موعظه لاي ام انها ما تلمش عيالها كلهم في بيت واحد. انا لو اديت ده جنيه يبقى ده عاوز 10 جنيه. انا كنت بتعامل معاهم كده. وبص لي بنتي اللي بأرملة، انت بتديها وانت مش عارفه 3 صبيان على كده بديهم مرتبي. انا كنت بشتغل وبقبض المعاش بتاعي وبفرقه على اولادي، وعشت 16 سنه جوزي مشلول. كنت ببوس رجله كل يوم عشان كنت بحب كل يوم ابوس رجله اقول له انت حبيبي انت كذا. دلوقتي التشريعات اللي عاملينها دي بيشجعوا الستات انها تغدر على رجالتها. طب ثواني بس اسال حضرتك سؤال علشان خاطر نحاول نهدى. طيب حاول تهدى طيب، وان شاء الله خير كله خير. فلوس ازاي تديله ما تديناش؟ طب معلش اسال حضرتك سؤال، هو ليه اصلا بتديهم المعاش بتاعك؟ اغنيه الحلوه والمره مش كنا متعاهدين؟ ليه تنسى بالمره؟ عشره بقالها سنين. صحيح. الست انا ما بعممش، مش بعمم والله ما بعمم. ما انا عندي مرات ابني الكبير ماشيه بما يرضي الله مدرسه وعايشه مع ابني بما يرضي الله. ارجوكوا التشريعات اللي معموله الجديده دي خلت الستات تتقاوى على الرجاله. انا واحده ست اهو، المفروض انا اقف مع الست، لان انا كافحت مع جوزي. كنت بقبض 3 جنيه سنه. انا جوزي بيقبض 3 جنيه وانا بقبض 3 جنيه، وكنا عايشين على الحلوه والمره وكنا عايشين احلى عيشه. دلوقتي ما فيش الكلام ده، مهما تاخد الوفات وبتاع ما فيش قناعه. استاذ سعديه، يعني انا بشكر حضرتك جدا. من الاسماعيليه وشفنا الحروب وعندنا نجوم في بلدنا ونعيش حر. على راسنا طبعا، على راسنا. معلش يا ابني انا طولت عليك. لا يا فندم، وانا بقول لك اهو التشريعات اللي عاملينها الجديده دي صعبه على الرجاله. واحنا دور الاعلام زي ما اتكلمنا عن دور الفن وبنتكلم عن دور الاعلام. وانا طبعا اولا بشكر حضرتك استاذ سعديه من الاسماعيليه، وان شاء الله كده ربنا يكرمك يا رب ويكرم اولادك بكل خير باذن الله. وهو يعني ممكن نقول نداء يعني لكل مؤسسات الدوله، ونداء لمن بيده التشريعات، ان احنا نحاول طبعا على قد ما نقدر. اكيد اي حد في ايده القرار بيحاول على قد ما يقدر انه يعمل اللي فيه الصالح العام. صحيح. ولكن احنا اكيد بننادي تاني، زي ما في يوم من الايام في افلام زي اريد حلا وكلمه شرف وافلام تانية كتير